خدي 2 كيسان ديال الدقيق وضيفيهم على ماء طايب واجي ردي عليا. الصراحه هاد النتيجه هذه غادا تصدمك، انا براسي تصدمت منها، طلعات يا سلام، ضروري تجربوها. هنا كناخذ طنجره كندير فيها 3 د الكيسان ديال الماء وكندير طنجره على النار، كنضيف عليها هنايا شويه ديال الملحه، ومن بعد هنا كنضيف ملعقه ديال الزبده مع ملعقه ديال السكر، كنحرك كلشي حتى كتذوب ديك الزبده، وعاد كنضيف 2 الكيسان ديال الدقيق نفس الكاس اللي عبرت به الماء، وهنا كنخلط كنحرك دغيا دغيا بالزربه، غير كنحس بان ديك لاباط بدا كتنشف ليا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. كنديرها ديريكت في العجانه الكهربائيه، الا ما متوفراش عندكم ديروها غير في بول كبير وخلطوها غير بالفوي وصافي. هنا كنضيف عليها 1 البيضه وكنعاود نخلط مزيان حتى كنحصل على هاد لا تيكستور هذيك كيف ما كتشوفوا راه جات ليس. صافي هنا كناخذ الساشي ديال البلاستيك حيتاش ما متوفرش عندي لابوش، كندير هنايا لا دوي ديالي، انا استعملت هذا الشكل هذا، المهم ماشي ضروري تقدروا ديروا غير لا دوي عادي. وصافي هنا كنكب ديك لاباط وكناخذ طنجره كندير فيها الزيت وكنديرها على نار مهيله ضروري باش ما يتحرقوا لكم. صافي كنقطعهم هكايا باش يجيو ليا صغيورين، انا درتهم صغار تقدروا ديروهم كبار علاش لا. صافي كنبقى نحرك فيهم حتى كيتقلاو غير على نار مهيله هكا ما يتحرقوش لكم باش يطيبوا لكم من الداخل. وصافي هنا من بعد ما كيوجدوا كنديرهم في شي حاجه هكا شي صفايه حتى كتحيد منهم ديك شويه ديال الزيت، صراحه ما شدوش الزيت بزاف. هنا كنسقيهم شويه ديال العسل الابيض وكنرش عليهم شويه ديال لي زامون، ما نعاودش لكم شحال طلعوا واعرين وما كياخذوش الوقت نهائيا، جاو مقرمشين وفي الداخل هشاش، يعني راه غتشوفوا النتيجه هنايا راني وريتكم كلشي. انا صراحه عجبوني بزاف، والاهم من هادشي كامل كيوجدوا دغيا. وبالصحه والراحه ما تنساو لايكاتكم وتعليقاتكم الجميله والبارطاج علاش لا.